السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. دول 3 مخ بتوع خرفان، هنعملهم بطريقة جميلة قوي وهتعجبك. توفير التوفير. هنجيب ال3 مخ دول ننقعهم في مية بملح بخل، يعني تحطي معلقة ملح كبيرة كده او معلقتين وشوية خل عليهم عشان يبقى ريحة المخ حلوة قوي. لما بتنقعيه نص ساعة بيبقى جميل قوي. وبعد كده بتديله شطفة زي ما انت شايفة كده. بعد ما نقعناه هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى نصفيه من المية المخ ونسيبه ينشف شوية من المية اللي فيه. نجيب بقى بصلاية وسط ونقطعها زي ما انت شايفة كده، شايفة مكعبات وسط اهي. ونجيب فلفل الوان وقرنين فلفل رومي. عايزه حابه تحطي فلفل حراق معاها، انا ما كانش عندي فلفل حراق، حطي معاه فلفل حراق، بس انا هتصرف طبعا هحط شطه. قطعنا الفلفل اللي هو الالوان. نبدا بقى نقطع الفلفل الرومي نفس الطريقه برضو مكعبات. هنعمله بطريقه حلوه قوي وهتعجبك ان شاء الله. المخ بيبقى مغذي جدا وحلو قوي وطعمه جميل. لما تعمليه بالطريقه دي مش هتحسي بيه في زفرت ولا حاجه، بيبقى احلى كمان من اللي محمر بانيه ومعمول في الزيت، ده بيبقى اطعم. بنبدا بقى نقطع المخ زي ما انت شايفه كده، سيبناه يتصفى من الميه حلو. تبدأ بقى تقطعيه كده وتخلصيه كله، وتحضري بقى معاكي شوية بيض حلوين كده. انا حضرت 10 بيضات. هنعمله بيض بطريقة حلوة قوي بالبيض، بيبقى جميل قوي مغذي وطعمه حلو قوي. احلى ما بقى بيتحط في الزيت ويشرب زيت، لا استفيدي بيه قيمته الغذائية كده، تحافظي عليها تبقى حلوة قوي. هحط 3 معالق زبدة. اجيب طاسه احط 3 معالق زبده، ما عندكيش زبده حطي سمنه مفيش مشاكل، بس ما تعملوش بالزيت، يا سمنه يا زبده. تسيح معايا كده الزبده. ابدا بقى احط البصله، هديها تشويحه كده اشم ريحتها. اشوح البصل كده تقلبتين 3 اشم ريحته كده، يدبل حاجه بسيطه كده. وابدا بقى احط المخ. المخ ما يا جماعه ما بياخدش سوا، خدي بالك بيستوي بسرعه. تقلبتين برضو 3 كده معاه، واروح حاطه بقى الفلفل يا دوبك اشم ريحه الفلفل كده. وابدا بقى ايه، افضي خانات كده. احط الاول هحط الملح واحط التوابل عشان لما احط البيض يبقى التتبيله محطوطه، عشان مش هقعد اقلب بقى وكده. واحط بقى بلحه جوز الطيب رشه كده، يبقى حطيت ملح وفلفل اسود ورشه جوز الطيب. خلاص كده حط له بقى رشه شطه. ما انا قلت لكم بقى ما دام ما فيش فلفل حامي نحط بقى شويه شطه، ده اختياري الشطه براحتك يعني. ابدا بقى اعمل خانات زي ما انتم شايفين كده، وابدا بقى احط بيضه. انا حطيت 10 بيضات. انا هحط البيضه هتبقى سليمه زي ما هي كده، بيبقى شكلها حلو وطعمها جميل. يستوي بقى البيضه ببيضتها كده بيبقى حلو قوي. حبيتي بقى تحطي بيض اكتر حطي، بس انا عملت على عدد الافراد اللي عندي. يعني هو ممكن يشيل اكتر من كده بيض عادي، لان ما شاء الله عاملين 3 مخ. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. طبعا بقى المخ والحاجات الحلوه اللي هي بتاعت العيد قيمته الغذائيه عاليه قوي وحلو. خلصنا كده البيض خلاص.
بحط كده على نار واطيه، ما تخليش النار عاليه، وطي النار قوي عشان ما يتحرقش منك، وتروحي مغطيها نار هاديه كده زي الشمعه. شايفاه استوى اهو وخلص اهو يا ستي، وهتلاقيه طعمه حلو قوي، وبالهنا والشفا.